الحاجه ما تبص منك، نصيحه يعني. احنا بناخد جزء كده ونجربه في الفرن، حاجه صغيره كده في صينيه صغيره. هنجربها الاول في الفرن ونشوف شكلها ايه، وهوريها لكم اول ما اجربها. طبعا حضراتكم انا جربت جزء كده صغير، كام واحده كده في الفرن، والحمد لله طلعوا كويسين جدا. انا كده بقى هبتدي اعمل باقي الصينيه عادي بقى. انا كده اطمنت على المقادير واطمنت ان هو طلع جيد جدا وكويس قوي. هبتدي اعمل الصينيه كلها. ده حضراتكم كيس اهو، كيس حلواني، وحاطه فيه البلبله ديت. انا هملاه دلوقتي واوريكم الرسمه شكلها ايه. المفروض ان انا لازم احتفظ بالعجينه دي في التلاجة، يعني وقت ما انا جربت الكميه الصغيره اللي انا جربتها كنت محتفظه بيها في التلاجة. خلاص